حتة من الزيتونة. تعال، لو احنا عندنا بيانات شهرية سواء تكلفة او اعداد وعايزين نعمل لها accumulated تراكمي، نعملها ازاي؟ هنعرف في الفيديو ده ازاي نعمل accumulated بالكوارتر ربع سنوي، ازاي نعرف accumulated باليير لو احنا عايزين نعمل السنة كلها على بعضها. هتقابلنا شوية مشاكل في اليير هنقول نحلها ازاي. بعد كده الفيديوهات الجاية هنعرف الاكيوميليتد باي سيريز، يعني ازاي نعمل سلسلة من التراكمي. يعني احنا لو عندنا سنتين فيهم ارقام، نعمل ان هو يجمع السنة كلها ويكمل في السنة اللي بعدها، ما يفصلش، يعني ما يجيش عند ديسمبر ويفصل، لا يجي عند يناير السنة اللي بعدها ويجمع السنة اللي فاتت على يناير وهكذا، ويبتدي يعمل تراكمي طول ما احنا ماشيين. كمان في حاجة اللي هي الاكيوميليتد بارامتر هنعرفها برضو بعدين، ديت نقدر نعمل منها تراكمي والاعداد العادية في نفس التشارت اللي احنا شغالين عليه او الجراف. كل ده الفيديوهات اللي جايه. هنبتدي سوا دلوقتي نعرف ازاي نعمل اكيوميليتد للارقام اللي معانا دي. يلا بينا. اول حاجه عشان نبقى فاهمين بس اللي قدامنا، احنا عندنا دي مبيعات حديد وبلاستيك في خلال من بدايه يناير 22 لحد شهر مارس 23. زي ما احنا شايفين لما احنا حطينا البيانات اللي عندنا في الجرافات اللي موجوده قدامنا ديت ظهرت معانا بالشكل ده. اللي احنا اتكلمنا عليهم بقى دلوقتي ان احنا هنعمل accumulated كوارتر، يعني احنا عايزين الارقام دي تبقى كل ربع يديني تراكم الارقام دي، الربع الاولاني كام والربع التاني كام والربع التالت كام وهكذا. هنعمل ايه؟ هناخد الشارت ده كوبي نكرره هنا جنبنا ونبتدي نشتغل عليه. اول حاجة هنخش على الداتا بتاعتنا، نعمل ميجر جديدة، نسميها مثلا ACC accumulated. هنقول توتال، هيظهر معايا 3 حاجات، توتال MTD وQTD وYTD. الMTD اللي هي الشهر العادية، اللي هي كل شهر بيجمع تراكم الشهر ويقفل على الشهر. احنا عندنا كده كده ايه البيانات اللي موجودة شهري مش ايام، فاحنا مش محتاجين ان احنا نجمع شهر. طيب ايه الحاجة التانية؟ كوارتر، كل ربع يعني يجي يعد 1 2 3 ويقفل الكوارتر، يقول لي والله ده الاجمالي بتاعه كذا، وبعد كده يبتدي يعد من 4 5 6 ويقفل الكوارتر يقول لي ده الاجمالي بتاعه كذا. طيب اليير بيفضل تراكمي طول ما احنا ماشيين من اول يناير لحد ديسمبر. فاحنا الاول هنجرب الكوارتر سوا. نختار الكوارتر. اول حاجة الاكسبريشن بتاعتي هنقول له عايز السم، اجمالي الاماونت الموجود، التكلفة اللي موجودة، ماشي. طيب الديت بتاعنا او التاريخ هيبقى من المانث اللي موجود، اختار التاريخ كامل واقفل معايا المعادلة. كده انا خلصت المعادلة اللي هي المفروض تجيب لي تراكمي كل ربع. طيب انا عايز اشغلها بقى ازاي على الجراف اللي موجود قدامي ده. هنخش طبعا على الحاجات الرئيسية بتاعتنا، هنشيل الصم اللي موجودة دي لان دي العادية، واحط المعادلة اللي انا لسه عاملها. تمام، هيقرا معايا بالمنظر ده. طيب انا محتاج ايه عشان يقرا معايا مظبوط؟ محتاج ان انا احط بدل الشهر هنا الكوارتر بتاعي، فهسحب من هنا الكوارتر احطه. تمام، فهيقوم جاي قاري معانا زي ما انتم شايفين الكوارتر الاولاني، الكوارتر التاني، التالت، الرابع. كل كوارتر بيجي يجمع ال3 شهور على بعض ويقفله لي، وبعد كده يبتدي 4 5 6 يقفله لي وهكذا. ونلاحظ ان احنا عندنا كوارتر واحد بس في 2023، فهتلاقيه ظهر معايا نقطة واحدة فوق مجمع على بعضه. طيب لو احنا نفس الكلام احنا محتاجينه بقى ايه؟ تراكمي شهري. فهنعمل ايه في تراكمي شهري؟ ما يبقاش كوارتر كده، اللي انا عايزه يقرا معايا من اول يناير لحد ديسمبر الايه التراكمي بتاعي. فهنعمل ايه؟ هنيجي برضو على نفس المعادله دي وهنغير بس الكوارتر ده بالايه؟ بالواي تي دي. تمام، نضغط انتر، هيبتدي يظهر معايا كده بالمنظر ده. هنحط له الشهر بقى بدل كوارتر.
فهيظهر بالشكل ده. طيب هو كده عمل تراكمي؟ عمل تراكمي. نيجي نكبر الجراف كده ونشوف سوا. هو جه في 22 كمان انا عندي الداتا من اول يناير لحد ديسمبر، فضل يزود كل شهر يزود كل شهر لحد ما وصلت معايا لفوق ل 20000 اخر السنه. طيب السنه اللي بعدها هو جه انا عندي 3 شهور، فجه جمع يناير على فبراير على مارس، وجه في مارس ده اخر رقم هو شايفه اللي هو 6480 اللي هو جمعه من خلال ال3 شهور. طبعا مفيش ارقام تانية، فراح ايه محطط لي الرقم 6480 لحد شهر ديسمبر. ولما يبقى يضاف بيانات جديده شهر 4 هتلاقيه بيتحدث معايا. طيب انا عايزه ما يظهرش معايا بالمنظر ده، انا عايزه هو مثلا انا عندي ال 23 واقف لحد شهر مارس، يبقى ايه الخط ده يقف لحد مارس ما يكملش معايا لحد الاخر السنه كده. الشهر زاد يزيد النقطه، ما زادش يفضل واقف على نفس النقطه اللي احنا عليه. طيب هنيجي نشوف هنعملها ازاي دي. كل اللي هنعمله هنيجي على المعادله اللي احنا عاملينها، ونيجي هنا كده قبل المعادله نضيف شرط. الشرط ده هنقول له اف، نضيف لنا معادله اف لو الاجمالي بتاع الاماونت اللي احنا مجمعينه ده لا يساوي بلانك، اعمل المعادله بتاعتنا. يعني انا بقول له لو انت ما لقيتش في الاماونت ده بلانك، خلاص اجمع عادي الحاجات اللي موجوده. طيب انت لقيت بلانك، اديني بلانك، ما تحطش الرقم تاني، واقفل المعادله. مجرد ما اضغط انتر هتلاقي الخط بتاعي انقطع لحد شهر مارس بس. لو احنا كبرنا الجراف تاني عشان نشوف اهو بقى كده احنا عندنا من اول يناير لحد شهر ديسمبر 22 اكيوميليتد واضح، واحنا عشان البيانات اللي موجوده معانا لحد مارس بس فعمل لي التراكمي لحد مارس بس وقف، وبقيه النقط مش موجوده. لما يحصل تحديث في البيانات هيزود معايا نقطه بنقطه، وبكده يبقى عرفنا ازاي نعمل اكيوميليتد كوارتر واكيوميليتد بالير. ولو احنا عندنا سنتين في الليجند نقدر نوقف النقطة اللي احنا واقفين عليها ازاي. وبكده نكون خلصنا النقطتين دول. تابع معايا الفيديوهات اللي جايين، هنعرف الاكيوميليتد سيريز ونعرف البرمتر ازاي نستخدمهم في التراكم.